العروسة الترند اللي طالعة اليومين دول في كل حتة، اللي كل ما افتح اي سوشيال ميديا الاقيها قدامي. ايه؟ ايه بجد؟ طبعا مش عارف احط صور او فيديوهات لانه ما ينفعش، حرام وعيب وكل حاجة في الدنيا تمنعني ان انا اعمل حاجة زي كده. هو في ايه يا جماعة؟ في ايه بجد؟ ليه الخوض في الاعراض بقى عادي كده وبقى سهل؟ يعني ليه قذف المحصنات اللي هي كبيرة من الكبائر، اللي هي هتحدفك على جهنم وش، بقينا بنعمل ده عادي؟ ليه بقينا بنقبل على الناس اللي احنا ما نقبلوش على نفسنا وعلى اهلنا؟ تقول لي اهلنا؟ انا اهلي ما يعملوش كده، مراتي ما تعملش كده، احنا ناس محترمه. ولا ودول برضو ناس محترمه، مش معنى ان هم في غفله ان هم مش محترمين. مش معنى اصلا ان هم في فرحهم في قاعه مقفوله عليهم للاهل فقط. حد بقى سرب الفيديو لان في حد كان كاتب ان ده حد عمل تسريب للفيديو من جوه الفرح، والفرح ده كان للاهل فقط، والشخص ده اتبلغ عنه وهيتحول للتحقيق. تمام. فالناس دي دلوقتي بتعمل حاجه برايفت، حتى لو البرايفت ده غلط، حاجه خصوصيه حتى لو غلط، احنا نروح نفضح ليه؟ يعني هم عايزين يعملوا حاجه براحتهم، حسابهم مع ربنا، لو غلط احنا مالنا؟ نروح ننشر ليه؟ يعني تخيل كده انت لو مكان زوجها، هتقول لي ما هو زوجها هو اللي خلاها تعمل كده. يا عم مالكش دعوه، حسابه مع ربنا. والناس كلها بتغلط، هو انت ما بتغلطش؟ انت كبني ادم ما بتغلطش؟ هو غلطان مش انت اللي تحاسبه. هو غلطان دلوقتي، ممكن بكره يتراجع عن اللي هو بيعمله، ملناش دعوه. نبطل نحشر مناخيرنا في خصوصيات الناس، ونبطل نقذف الناس بالباطل. ما ينفعش نبطل نقذف المحصنات لانها كبيره من الكبائر. انت لما تقول عليها كلام، مش طبعا كومنتات نازله وصفحات منزله، وعلى كل صفحه الاف الكومنتات. تخيل انت كل كومنت من دول، فاهم انت؟ الناس ما عندهاش اي مشاكل انها تخش وتشتم وتقل ادبها، تشتم في العريس وتقول عليه ان هو حد يعني مش تمام، وتشتم في العروسه وتقول انها مش عارف كلام برضه انا مش هينفع اقوله. في إيه يا جماعه؟ والله انت ما تقبل ده على اهل بيتك. ولو اعتبرنا ان ده ابتلاء، ماشي، ممكن يبتلى بيه اهل بيتك. حتى لو اهل بيتك اللي هو استحاله يعملوا كده، لا ممكن يبتلوا بيه. وساعتها هتبقى انت واقف في النص كده، انا اسف ملط يعني، مش عارف تتصرف ازاي، والناس كلها عماله تعمل شير للصور والفيديوهات بتوع اهلك، وانت بحسرتك يعني مش قادر تعمل اي حاجه. اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على حد. اللي بيحصل ده مهزله. اي حد بيعمل شير للفيديو لازم له عقاب قانوني، طبعا كده كده العقاب الالهي هيحصل لا محاله.